شكرا لبيت الشعر التونسي أهدى لي شرفة من نور في ظلمات هذا الهزيع الأخير من العمر. شكرا لكل ما يمكن للشعر أن يقوله، شكرا لكل ما يمكن للصمت أن يقوله، شكرا لأن المحبين ما تعودوا أن يشكروا بعضهم، وأنا أقول شكرا لكل محب من الشعراء. كانت أمسية جميلة، تعرفت إلى شعراء كان لهم فضل أن فاتقوا من معاريج القصيدة بعض شرنقة كانت أو كنت أظنها انغلقت. شكرا لهم لأنهم أهدوني مساحة من الحلم، مساحة من التأمل، مساحة من الخيال. شكرا لبيت الشعر، شكرا لصالون الأمينة، شكرا لدار الثقافة ابن رشيق بالقيروان، لأنكم كنتم هذا المساء نصراء للشعر علي ونصراء للشعر على هذا الزمن الرديء، فألف شكر لكم.